رجعنا لكم من جديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ايش حالاتهن؟ ذاك واحد جوا راح اشوفكم واحد نقر عندنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعيني، حياكم الله. رجعت لكم في جديد ومقطع جديد ويا من ويا الحلوات. قلت هناك التوج وعانات وبالعافية عليهن. متابعين لا تنسونا باللايك والاشتراك حتى نستمعكم المزيد ان شاء الله. كتبوا لي بالتعليقات. طبعا انا مقصر لكم بالفيديوهات، الله شاهد عندي امتحانات. هسه الامتحانات جاءت امتحانات يعني شهرية وفاينل عملي ونظري، واخرت امتحانات 16/6. في النشر راح يكون كل 3 ايام مقطع. لا تنسونا باللايك حتى يصعد الفيديو لجميع الناس حتى نستمعكم مزيد ان شاء الله. وعندي مفاجأة بس اخلص امتحانات راح ابلش بيها وراح تعجبكم متأكد 100%. مفاجآت كلش حلوة بس هسه ما اقدر احرقها عليكم ان شاء الله. ورا الامتحانات الموعد مالتنا. جبت هذا الشلف راح نحطيه لو بالنص. انا بس تعجز قلت انطيه للسمان. شوف زي بواعي خاطين هذا الصغير برد به قلوبتهم. واجيب هذا الصغير سنقحاط. شو جبتن كلهن؟ طبعا ما عندهن ماي سمانات. اللهم صل على محمد محمد. فقدامنا طبعا الافراخ هاي المأكلية مالت البروتين احسن لي الافراخ. راح اشتري خانات من ورا صديقي وان شاء الله نخليه بيه الافراخ. اللهم صل على محمد وآل محمد. راح اصور لكم باقي طيور وابقوا وياي. رجعنا لكم من جديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ايش حالاتهن؟ ذاك واحد جوا راح اشوفكم واحد نقر عندنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف هذا النقر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس شنو اخذ الصورة؟ خلي هو يطلع. هذا من منقر. منقر وهاي موجود عايش. هذا من منقر. شوفوا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا من منقر. متابعني منقر هذا. هلا والله متابعين. شوفوا شنو جالي بس هذا مؤقت. خاطر راح الزيارة اليوم وعندي طيرتين من ذني. الفحل ما تبغى بس النثيه فقال خليها عندك على ما اروح وارجع. هاي النثيه جبناها نخليها ويا الكوكتيلات ذني. اذا زوجين اعطي الخال فلوس واقول له سامحني، واذا ما زوجين اقول له خذها وانا ممنون. يعني هاي النثيه بس تدخل البيت وكل شي ماكو. صار لها سنة استغفر الله 5 اشهر 6 بس تدخل البيت وماكو. لا يسوون لمسات يد ولا يسوون اي شي. راح اجيب بس النثيه. راح اجيب هاي النثيه خليها وياهن. اذا زوجين خير على خير، ما زوجين قل سامحيني يا زمن.
بس هي مستغربة من الجهاز. الذكر مالته خطية، توفي إلى رحمة الله. وهي طيور مش حالاتين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا كوكتية كلش جميل، والفحل فحل. طبعا حتى ولا سكت كان يغرد تغريد مو طبيعي. هسه انه فايت قارب من عندها تصير خلافات، اشبه خلافات النوب. طبعا هسه حاليا عندي بس النثل البيضة كاركة على البيض هناك جوا كلش. وانا هسه مباشرة بهذا البيت، نامات بايدي طالعة بس ما تبين بالتصوير. راح اجيب خانات، قالوا لي تراوسنا، فقلت لهم اراوس بهذا الاصفر وهذا الفوق، ولو انا هذا اريده، وهذا النثية وهذا الفحل الاخضر. قلت ذاك الزوج ما ابيعه، فقال لي تعطيني فرق؟ قلت له ما اعطيك فرق. قلت هنا مشترين ذني ب40,000 او 35، وانت خاناتك ب30,000، شلون اعطيك فرق؟ فقلت له اشتري منك مشترى الخانات، فاشتري من الخانات، واذا يبغن انه. بس اخلي الكوكتيل وارجع لكم. حي الله ضيف الجديد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا موتول عبالي عينه مشلوعة. حياك الله. شوف هاي والله هذا متزوجها ما ادري شنو، مدري هي ما تخليه. انا شنو قلت؟ مدام ما حد ينام وياها على البيض، ها قلت هذا الذكر او فحل مثل الفحول ملقحها، فملقح سايدها البيض مبيضة قبل واحد هي جاي يتكرك عليه. فهي جات تغني ما متزوجة، بس ذكر وفيسد ملقحها وهي مبيضة. وحياك الله. هسه هذا عاقل قدام التصوير، هسه شوية يعلمها، وخاصة اذا دخلت البيت. هاي بعد طلايب انا ما نفتك. اي والله اذا دخلت البيت. شوف هذا يدخل هذا. هاي بس ما تسمرته صار فاسد كلش. النبوي الصفر قضاها، وهي الصفرة، ونرجع وهاي العادية، والنبوي هاي الرينبو. وبالضبط هسه عوفنا انا والله كريم. هذا البيض مال البراهمو. طبعا عندنا هذا تعبول بالمصايب، وهي كاركة يجي يلقح بيها، لا يستحي لا يخجل لا يقول منا ناس. عملت انشهرت تدري بروحك ما تدري، ولكن انه هسه عاقل قدامكم شوي وشوفوه. وهذا الريوق مالتهن جبتهن هسه. طبعا ذني سمانات ماي ما عندهن زين، جبت لهن بروتين. يعني هاي مال الفراخ مال المرحلة الأولى، جبت لهن تخليهن ياكلن. نعطيهن ماي شوفوا ولا يستحي ولا يخجل. طبعا سمانات يسبحن بيه هذا الماي، يعني تخليهن صبح ترجع عسى ما تلقاه، يسبحن بيه لأن حارة. عندي هاي سودة كارثة هاي. طبعا البراهمة عصيان صار اسبوع ما قايم يشرب ماي. بيض اسبانيات خيتها بالفقاسة، وحدة ميت كتكوت والثانية شادة، يعني 3 شادات بس وحدة الكتكوت ميت. لازم الفقاسة نحط لها لو سبلت لو مبردة. نخليها بالبيت بس عايفة بدون اي شي، لا بنكة ولا مبردة ولا سبلت. طايحة العصا مالتهن. وهسه جينا يم الحلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. تعطيهن الكشور مال البيض مال الافراخ وجاي ياكلن بيه. طبعا كله كالسيوم الهن. وهذا بركان وذني عروساته. متابعين تعال خلنا اراكم شغله حلوه كلش. متابعين هاي التكية تقريبا استوت. هسه شوفوا هاي تقريبا استوت وحلوه، فخلنا ناكلها ونذوقها ونجيكم بالله بالطعم. طبعا بس اللي مجرب تكي يعرف الطعم مالتها، حلا عليه حموضة. عشق هذا عشق. انا الاحمر الحامض ما احبه، احب بس هاي النوعية والاسود.
يسلمكم العافية. طبعا ماما كنتاكي خي جربه، يفوتكم والله يفوتكم. وهاي الطيور الحلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف بركان مستغرب، وله خطية دائما فقير. انتظروني اصوركم باقي الطيور، ابقوا ويانا. وهاي الافراخ مالتنا، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا جبت له علاج مال التنفسية، وصار حتى شوية زينة، يعني مو زينة بس احسن من الاول. هسه يركض، وهاي كان عيونه سادهن ما يفتحن بالقوة وما يمشي، خمود طاقة موته موت. فهسه جبت له اعطيه حباية الصبح وحباية العصر، وهم اعطاني شراب انطيتهن بودرة خلطت لهن. وصحة كلها زينة، ياكلن بالخضرة احسن. وهاي المزرعة مالتنا بانتيان طبعا حطينا لها علاج وماكو. شوف هاي بانتيان هم يبست، شوفوها هم يبست، راح اعوفها عسى ولعل. دبينا لها هذا الازرق شو تشوفونه، الكيمياوي من هذا ابو البروتينات. وهاي كوكتيلات وطيور الحب. طبعا شوفوا منو يم النثير البيضة هناك. شوفوا ابنها ذكر، بس لا يطلع ابنها هو اللي مزوجها. بس اللي حطلعها هو ابنها، يغار عليها مدري حنين. وبعد هسه ما هو جاهز، يعني ما هو جاهز للزواج، بس شنو يم امه. وهاي الجديدة، وهاي كوكتيل حلو. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه حاليا راح اخذ بذن الثنين، راح ينطفص على ما شنو لما يطلع كهن ونشفن واخذهم. اجيب القفص واجي. حتى بالليل شنو بالليل او العصر انطيهم تهاب صرة، راح تهاب صرة. رجعت وياكم من جديد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هالاكل مالتهم قبل راحني عاركن. ها ارجع عندنا هاي كاركة هنا على البيض مال البط. وهذا الديج الوكح وشلته. طبعا ذني مصيرهن شنو مصيرهن التشريب. حتى هذا طبعا كتكوتات عندنا، اللهم صل على محمد وآل محمد. راح نشوف البيضة لولا قدامكم بيضة، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوية ركز، هاي 4. ذن انطيتهن اكيد ما بيض حتى مال بيت، حتى رضي شنو سحق مرتين، حتى رقي انطيتهن. لقيتهم رجي متابعيني. خليتنا انا شنو ما يوثوم مثل من للوقاية، مثلا تنفسية فشي بيهن دود. وهذا كله لازم بالشهر مرتين تخلون ثوم وليمون للوقاية. تنفسية لا سمح الله، مثلا نشلة كركم هم تخلون لازم، بس الريحة ما شاء الله. بدنهم نخليهم ما يوثون. خيط اوقات هاي مو ما يقلبونهن. طبعا راح الثوم دقت، افتح الباب. وهاي قدامكم طناهن
اكل اللهم صل على محمد وآل محمد. متابعيني انا كركت هاي البرامج بس ما كتبت التاريخ مالتها، فما ادري شو وقت راح يفخسن. ولو هنا جو حار كلش يعني فوق السطح، الشمس مباشرة عليها تضرب، فجي ما طلع واحد طلع اثنين طلع ثلاثة، نقول نعمض عليش ورحم الله والديس وما قصرتي وانت مرة معدلة. هاي الاسبانيا شو هذا عباك جايب شي بالعينه. طبعا بيضتين، بيضة خذيتها بالفقاسة شدته بكتكوت يمكن اسبوع ومات، وش خذيت وحدة ثانية وهم شادة ان شاء الله تطلع اذا مقسومة. وهذا ديش البراهمة ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا جي اعطيهم باليوم وجبتين، وجبة مشبوش مع بروتينات ووجبة مالت بيت تمن مثلا بدون زيت، مرات خوز خضرة موجود. وان شاء الله ورا الامتحانات راح انزلهن كلهن جوا، ومن يخلص صيف اشوف لي حلال جديد او اصعدهن نفسهن، بس لازم ارتب المكان جوا الا انزلهن.